فدي من الحاجات برضو كانت الحلوه اللي كانت موجوده في الفتره دي قوي يعني. الاستاذ نور طبعا ليه ذكريات كتير جدا جدا معايا يعني. الاستاذ نور الله يرحمه طبعا كان ليه مقوله كده اول ما يشوفني يقول لي ولدي انا هكتبك على البطاقه، لان انا اشتغلت 3 اعمال ورا بعض معاه. كان ليا شرف يعني والحظ الكويس ان انا اشتغلت معاه. اول حاجه خالص كان عمر بن عبد العزيز، وده كان مسلسل لغه عربيه، وبعدين لن اعيش في جلباب ابي، وقبل ما يتعرض لن اعيش كنا بنصور مسلسل هارون الرشيد. فكان شغلي كله معاه يعني. ال3 مسلسلات كان شغلي معاه، فانا اشتغلت كتير جدا، يمكن من اكتر الناس اللي انا اشتغلت معاها في هذا الجيل يعني، الجيل العظيم. كان الاستاذ نور الشريف، اشتغلت مع الاستاذ يحيى الفخراني، اشتغلت مع نصف ربيع الاخر، اشتغلت مع الاستاذ محمود ياسين مسلسل اسمه التوبه، اشتغلت مع كل النجوم دول. لكن اكتر حد انا يمكن اشتغلت معاه كان الاستاذ نور، وهو فادني كتير جدا الحقيقه في ارائه الفنيه وارائه الحياتيه كمان، اللي كنت باخد رايه في حاجات في الحياه كتير جدا. هو يعني كان من الحاجات اللي كان بيقولها لي انه الفن نفسه ملوش امان قوي يعني. فانت لازم تكون عامل حسابك ماديا يعني. لازم يكون اذا ما عرفتش تعمل سايد بيزنس يعني اي بيزنس كده خلافه، او انك تعمل حسابك ما تبقاش طول الوقت كل اللي بيجي لك انت بتضيعه كده. فهتجي لك فتره هتلاقي نفسك ممكن الشغل قل بتاع، فيحصل لك دروب فظيع جدا. يمكن الحاجات اللي قالها لي دي بشكل كبير. هو كان الاستاذ نور يعني حتى ما كنت بساله على حاجات فنيه كان يقول لي لا مش هكلمك، مش هديك اي نصائح فنيه. هو انت مش خريج معهد؟ اقول له يقول لي طب خلاص هتعرف تختار كويس وبتاع. انا هقول لك حاجات حياتيه، ايه اللي هديك خبره الحياه، هقول لك خبره الحياه هتعمل بيها مش هتعمل بيها، بس انا طالما انت سالتني لازم اقول لك يعني. فالحقيقه بدات اعمل ده مؤخرا يعني. ليه مشاهدين مع ماستر سين، ليه مشاهد كتير جدا معايا. في مشاهد المزاد في لن اعيش في جلباب ابي، ده كان مشاهد الجميله يعني. انا هقول لك في مشهد يمكن الناس لا تذكره قوي او مش عامله عليه فوكس قوي يعني. هو في مشهد طويل قوي بيني وبينه في الحلقه ال 35 ده الماستر سين بتاع المسلسل كله، اللي بيخش لي الاوضه وبقول له انت ليه، بيقول له انت ليه بعد عني، فبيحكي له انت ليه بعد، انت عمرك ما خدتني في حضنك، انا ما اعرفك يعني، ما اعرفش حنيتك، فانت اللي كنت بعيدني عنك. فمشهد انساني قوي. فده من اشهر المشاهد في جلباب ابي، وهو كان مشهد حوالي 13 صفحه، فكان مشهد طويل كمان. وكان جاي بعد احداث رفض عبد الوهاب طول الوقت لفكره ان هو يشتغل مع ابوه، رفض لابوه حتى رغم انه كان بيحب ابوه جدا، لكن وحتى الاب كان بيحب ابنه. ودي من الحاجات المهمه لانها قضيه حياتيه يعني، قضيه مستمره. علاقه الاب بالابن خصوصا لما الاب يبقى ناجح جدا، انه مش في التربيه كمان بس الصرامه لكن برضو التربيه محتاجه جزء من الحنيه يعني. على قد ما انت تبقى شديد على ابنك جدا، لكن لازم تحس كمان تحسسه بحنيتك عليه. فكان تركيبه المشهد بهذا المعنى يعني. لكن مش هو ده المشهد اللي انا هقوله يمكن الساده المشاهدين. اول مره بروح له وكاله البلح، لو الساده المشاهدين يذكروا هذا المشهد، فبخش له. فكان الوكاله كان في شباك كده، وهو كان المكتب وفي شباك على يمينه، وانا باجي من الحاره بتاعت الوكاله كده، فبقول له السلام عليكم. نور الشريف عمل ايه بقى؟ هو ده بقى اللي يدرس. هو رد عليا قال لي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو قاعد على المكتب فينتبه كده، ايه الصوت ده؟ فركز، ايه ده صوت عبد الوهاب. معقول عبد الوهاب جالي هنا؟ اللي هو كل ده بينه وبين نفسه مش مصدق، اللي هو كل المعاناه دي كلها عشان يجي مع عنده يشتغل، فجاله برجله من غير ما يقول له. فاللي هو عمل كده، وبعدين بص الاول يتاكد هل اللي بيفكر فيه ده وحاسه صح، فشاف عبد الوهاب، فراح قايم من على المكتب ولا طالع، وخرج من على باب المكتب
وقال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللي هي فيها سنين اللي فاتت دي كلها، ال 26 سنة اللي هو نفسه كان ابنه يجوا، قالها في رده عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحكي لك بقى تطور اللي حصل كل ده، هي الرد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في العادي. هو ما خدهاش بقى كده، خدها بقول لك بلاد. ففي حاجات كتير جدا اتعلمتها منه. انت مش احنا بنقول جمل وخلاص، بنردد جمل او بنقول الرد بتاع الجمل بتاعنا. انت لازم تستوعبه كويس، ولازم تدخله هنا، ولازم تدخله هنا كمان على قلبك قبل ما ترد الجمله. فدي من الحاجات اللي يعني اللي ما اقدرش انساها له يعني. ده في مواقف كتير يعني، بس ده من الحاجات اللي ما اقدرش انساها له الاستاذ نور رحمه الله عليه. اول مره اصور كنت هعتزل التمثيل اساسا خالص، مش كنتش هكمل. كان لنا يعني كنت لسه في سنه اولى في المعهد، وكان في اصدقائنا يعني، كان في صديق ليا هو كان بدا يصور كده شويه في مسلسلات، فاخدني انا وواحد صاحبي ورحنا، كنا بنعمل مسلسل تاريخي. فدخلونا قالوا انتوا طلبه معهد، قلنا لهم طلبه معهد وكده. طب تمام، خدوا الجمل دي بقى، هتقولوا كل واحد يعني 3 4 جمل كده. واحنا كنا لسه في سنه اولى بقى، فلسه اول مره اشوف الكاميرا، اول مره اشوف الاستوديو، وان اقعد في اوضه مكياج والحاجات دي كانت يعني بالنسبه لي حلم كبير جدا. ويعني وان اقعد على الكرسي اللي كان في استوديو مصر، فتخيل نفسي انا قاعد مثلا على الكرسي اللي كان قاعد عليه عمر الشريف، رشدي أباظة، حسين رياض، الاسامي الكبيره دي، لان استوديو مصر من الاستوديوهات العريقه مع بدايه السينما وكده. فتمام، وقال لك ركبوا لهم دقون وحاجات كده، ركبوا لنا دقون ودخلنا نصور. فقعدنا نغلط يعني، قعدنا نغلط شويه حلوين يعني. فالمخرج كان راجل لطيف جدا يعني، قال لنا طب يا جماعه عشان لسه واخدين الورق دلوقتي وكده، فسيبوهم نعمل بريك، وبعد البريك كده تعملوا مشهد كمان ويكونوا هم حفظوا، وبعدين نخش نعمل شوتنج على طول يعني. فهم عملوا الحكايه دي كلها، خلصنا ابتدينا شوتنج. احنا بقى بعد الحكايه دي كلها بقت الساعه 7، قعدنا من 7 ل 12 بنغلط 5 ساعات. فاللي هو يعني مش عارفين نقول حاجه، انا اقول صح هم يغلطوا، هم يقولوا صح انا اغلط كده، لغايه اما اليوم باظ خالص. وطبعا كنت عايز الارض تنشق وتبلعني وما روحتش بقى المعهد بعديها 15 يوم او 20 يوم، مش عايز ادخل المعهد، وان انا فشلت خلاص. فده طبعا اول مره اصور فيها، ما كانش بالنسبه لي حاجه لطيفه وما اقدرش انساها. لغايه دلوقتي انا فاكر حتى الحوار بتاع المشهد. المسلسل مش فاكره قوي، بس هو كان مسلسل تاريخي، انا فاكره كان لغه عربيه. ف فكان هما كانوا كلمتين يعني، حتى ما كانش كلام كتير، بس يمكن التوتر مش هتفتكروه، انا مش هشوف نفسي اساسا.